السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو ديالي في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه مطبخ حسناء. اليوم غنشارك معكم احسن حلوه ممكن تحضروها في البيت، سهله ولذيذه ومنعشه. المكونات اللي هما بساطين بدون اي تعقيدات، والجينواز ناجح 1000000% من اول تجربه، والنتيجه هائله. المهم ما غاديش نطول عليكم كيف العاده. الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش الضغط على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ندوزو المكونات والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنبدا بها هي الجينواز. خديت اناء درت فيه قبيصه ديال الملح باش نعدلو الذوق كيف ما كنقول لكم دائما. درت هنايا 4 ديال البيضات اللي تيكونوا متوسطين، الا كانوا صغيورين نديروا 5 والا كانوا كبار اكتفوا غير ب3. تنضيف ليهم كيس ديال سكر فانيلا، وتنضيف كاس ديال السكر اللي ما تيكونش عامر كيف ما كتشوفوا، واحد 130 غرام هكاك. وتنخدم بالطراب الكهربائي حتى كنطلع هذا البيض. بالنسبه للبيض باش يطلع لكم دغيا، ديروه في شويه ديال الماء اللي تيكون دافي. بما انه دابا الحال بارد بزاف واللي عندها الكوزينه يعني بارده، فمن الاحسن ديريه في شويه ديال الماء اللي تيكون دافي، واحد 5 دقائق وعاد خدمي به. صافي كنخدم هذا البيض هذا حتى كيطلع مزيان كيف ما كتشوفوا، تيجي على هذا القوام هذا كيف ما كتشوف. باش ينجح الجينواز راه ضروري هذا البيض هذا يطلع مزيان. الا ما طلعش مزيان فراه الجينواز ما غاديش تنجح معكم. صافي هنايا كنحيد الخلاط الكهربائي، الطراب الكهربائي عفوا. كنضيف 4 كاس ديال الزيت، واحد 40 ملي ديال الزيت. بالنسبه للمكونات فدائما في صندوق الوصف بالغرامات والمليلتر، وحتى بكاس ديال العنبه بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان. هنا درت ملعقتين من النشا، غير ما تشداتش ليا وحده فيهم، 2 معالق كبار ديال النشا. وبالنسبه للدقيق فراه كاس ما عمرش ديال الدقيق الابيض، نفس الكميه اللي درت ديال السكر. هنا كنخلطو غير بشويه. هنا راني غير مزربه الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف، اما نتوما حركوا غير بشويه، وحركوا دائما الاتجاه واحد. ما تبداوش تمشيو اتجاه وتعاودوا ترجعوا، لا، كنمشيو دائما في اتجاه واحد وغير بشويه. ديك البيض ما خصوش يهبط، الا هبط ما غاديش ينجح معكم، ما غاديش تنجح معكم الجينواز نهائيا. والبنات اللي خايفين انهم ما تنجحش معاهم او لبان لهم يعني البيض هبط، فديروا واحد المعلقه صغيره ديال خميره ديال الحلويات، ماشي مشكل. انا ما غاديش نديرها، ولكن بالنسبه الا بان لكم يعني البيض هبط فضيفوها. هنا عندي معلقه صغيره ديال عصير ديال الحامض، هنايا صفيته وغادي نحرك هذا الخليط هذا كيف ما كتشوفوا. يعني القوام ديالو كيكون بحال هكا كيف ما كتشوفوا. صافي هنايا تناخذ مول، يعني ديروا اي مول يعني عندكم في الدار عاجبكم. هاد الحلوه هذه غادي نحضروها بلا اطار بلا حتى شي حاجه. انا درت هنايا مول اللي داير، ودهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق، ودرت فيه الخليط ديالي. واحد الحاجه البنات، ما تضربوش بالمول ملي ديروا هاد الجينواز هذه، حيت ديك الفقاعات اللي تيكونوا فيها من الداخل غادي تحيدوهم. صافي في هذا الاثناء كنكون مشعل الفران على 180 درجه غير من التحت، وتيسخن شويه وكندخلها وتنخليها شاعل غير من التحت. كيف ما قلت لكم نشعلوا ليها غير من التحت. صافي ملي كتحمر لينا تنخرجوها، كتجي بحال هكذا. صافي تنحطوها تبرد. هنايا صافي كندوز باش نوجد الكريمه. هنايا عندي كريم شانتيي بودره، يعني استعملوا السائله اللي متوفره عندكم استعملوها. درت كيس ديال فانيلا باش نعزز ديك المذاق ديال الفانيلا مزيان. وضفت واحد الكاس ديال الحليب، كاس ديال العنبه 150 ملي اللي تيكون بارد مزيان. وحتى هاد البودره ديال الكاكاو، البودره ديال الشانتيي حتى هي درتها في المجمد، يعني واحد ساعتين ولا مع 3 سوايع درتها خليتها.
هنا كنطرب هاد المكونات حتى كيبانوا لي يبداو كيطلعوا شويه. كنضيف ليهم هنايا الجبن الطري. هنا خديت هذا، تقدروا ديروا اي جبن طري متوفر عندكم في البيت، وتقدروا ديروا حتى جوج من هذا. انا كان عندي غير واحد فعجزت انني نخرج نمشي نجيب واحد اخر فاكتفيت بواحد. هنايا ضفت واحد المعلقه ديال عصير ديال الحامض. هذا عصير ديال الحامض شنو تيدير لينا لا كريم شانتي، كيعطيها واحد القوام اللي هو زوين بزاف، يعني كتشد في راسها. ما كنضيفو حتى كنطلعو مزيان هاد الكريم شانتي، عاد كنزيدو معلقه صغيره ديال العصير ديال الحامض. شفتوا كيفاش كتجي؟ يعني كتهزو هاد الطراب الكهربائي وتيبقى ديك كيفاش غنقول لكم، يعني ما كتبداش تهبط. صافي هنايا غادي ناخذ الجينواز، غادي نقسمها. يعني انا قسمتها على 3، يعني تقدروا تقسموها غير على 2، تقدروا كاع ما تقسموها، يعني ديروا لا كريم شونتي يعني من الفوق. لكم الاختيار، يعني ديروا الطريقه اللي بغيتوا. انا هذه فكره عطيتها لكم وانتوما ديروا، يعني زينوا كيف ما بغيتوا. صافي هنايا كنقطعها، يعني كنعلم هنايا في الجناب بواحد السكين اللي تيكون ماضي، ومن بعد تنقسمها هكا بواحد الخيط ديال الخياطه عادي. لكن عندكم ديك السكين ديال الباتيسري هكا اللي تيكون كبير وتيكون ماضي فخدموا به. صافي هنايا عندي بالنسبه للسيرو انا درت كاس ديال الماء ونص كاس ديال السكر مع واحد الكيس ديال الفانيلا. صافي غليتهم واحد شويه صافي طفيت عليهم. هاد الجينواز هذه تتجي رطبه بالنسبه لي انا كاع ما محتاجه اننا كاع نسقيوها، ولكن سقيتها باش ديك المذاق ديال الفاني يتعزز مزيان في الحلوه. صافي هنايا درت لا كريم كيف ما شفتوا. الا بغيتوا ديروا هنايا الفواكه ولا شي حاجه ديروهم ماشي مشكل، اولا كولي دو فريز اولا كولي د الفرامبواز اللي متوفر عندكم ديروه. بنفس الطريقه غادي نستمر حتى غادي نكملهم كاملين. هنا صافي هاد الجناب هادو حتى هما درت لهم الكريم شانتيي وزينتهم هنايا بالكوك اللي تيكون محمر. عاد بالي عندي اللوز ايفيلي ولكن لقيته ما بقى غير واحد شويه ما غاديش يقدني. صافي درت غير هاد الكوك محمر تيجي لذيذ، جربوه تيجي رائع. تاخذوا الكوك عادي غادي ديريه في مقله وتبقاي تبقاو تقلبوه بحال هكا حتى كيتحمر وتتحيدوه. صافي هنايا خديت لابوش درت فيه الكريم شانتي ودرت هاد الوريدات هكا من الفوق. صافي غادي ندخلها للمجمد واحد 4 ساعة على الاقل ونخرجها باش نزينها. هنايا من بعد ما شدت مزيان في راسها كيف ما كتشوفوا غادي نزينها عفوا. هنا عندي الفرامبواز وعندي الكيوي وعندي هكا الليمونه قطعتها هكا شرائح، يعني زينوا باش ما كان عندكم ماشي مشكل اي فاكهه عندكم ديروها. هنا صافي من بعد ما كملت التزيين خديت الناباج سخنته هكا شي شويه واخا خليته برد عاوتاني واحد شويه زعما ما بغيتش نديرو سخون وجمد لي عاود دهنت به هاد الفواكه هذه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. تتجي على هذا الشكل هذا زوينه لا في المنظر ولا حتى في المذاق، تستحق التجربه. وجدوها لوليداتكم في الاعياد الميلاد ديالهم اولا هكا الضيوف اللي بغيتو اي مناسبه بغيتوها، فراه تتجي اكثر من رائعه وسهله، يعني ما فيهاش مكونات اللي هما صعب وما كتاخذش بزاف ديال الوقت. انا غادي نقطع معكم كيفاش تتجي رائعه. شوفوا لي الجينواز كيفاش دايره لذيذه، المذاق ديالها زوين بزاف. المهم ما غاديش تعرفوني علاش تنهضر حتى غادي تجربوها. وصلنا للنهايه ديال الفيديو ونتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. شجعوني بالتعليق ديالكم واللايكات وما تنسوش الاشتراك في القناه باش دائما توصلوا بالجديد. الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.